تضعون فاصلا بين الجيش والمجلس العسكري. دلوقتي المجلس العسكري بيستخدم معانا فزاعه الجيش، بان انت لو نزلت وقفت قدام الجيش فانت هتكون زي ليبيا، هتكون زي الصومال. لا، انا مش زي ليبيا ومش زي الصومال. احنا لم نستخدم العنف ولن نستخدم العنف. والجيش ايضا لم يستخدم العنف. يعني طوال الثوره الجيش لم يستخدم العنف. ده مش حقيقي، ده مش حقيقي، ده اسمح لي انه مش حقيقي من ايام لا حقيقي. الذي انجح ثوره 25 من يناير ان الجيش وقف الى جانب الشعب، الى جانب المتظاهرين. لا معلش ده مش حقيقي خالص. اللي انجح الثوره هو المواطنين العاديين، الشهداء اللي كانوا بينزلوا تحت المدرعات، هو ده اللي انجح الثوره. المجلس العسكري او الجيش بدا يقوم بالنهايه في النهايه بدور بعد ما كان خلاص العالم كله ايقن ان الثوره نجحت. اسمح لي اقول لك حاجه، احنا عمالين نتكلم عن موقعة الجمل، احنا عايزين نعرف مين المسؤول عن فتح ميدان التحرير. دبابات الجيش انسحبت مره واحده ليه؟ كانت فين؟ دبابات الجيش كان يوم موقعة الجمل الناس بتخش بالبطايق الشخصيه بتاعتها، بالبطاقات الشخصيه بتاعتها، وما كانش في حد فيهم مسلح. مره واحده ميدان التحرير اتفتح على المدنيين، ازاي؟ دي حاجه. يعني الحاجه الثانيه، الجيش بيستخدم الشرطه العسكريه وفرقه 3 سبعات وفرقه 3 تسعات اللي هم اصلا فرق مكافحه الارهاب الدولي. الجيش بيستخدم الرصاص الحي، الجيش بيستخدم الرصاص المطاطي المحرم دوليا، الجيش بيستخدم العنف. يعني احنا كنا بنندد وبنهاجم مقرات امن الدوله، مقرات التعذيب، واحنا بظهرنا المتحف المصري. المتحف المصري دلوقتي واحد من اهم مقار التعذيب، واحد من اهم مقار الاحتجاج. فما نقولش ان الجيش لا، الجيش بيستخدم العنف. لا استاذ عبير، يعني هناك اراء اخرى تقول بان الجيش المصري وقف موقفا نزيها وشريفا الى جانب المتظاهرين في يوم 25 يناير. هذا واحد. اثنين، المجلس الانتقالي الذي يدير البلاد الان من واجبه ان يحفظ الامن والنظام، وهذا شيء طبيعي في اي بلد في الدنيا. بتحفظ الامن والنظام بالرصاص الحي، بتحفظ الامن والنظام بالرصاص المطاطي، بتحفظ الامن والنظام باعتقال الفتيات وضربهم. يعني بقى كتير جدا 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 من النازلين يوم الجمعه عارفين ان الجيش هيستخدم العنف والعنف المفرط كمان. كتير جدا مننا عارف انه في فرق 3 سبعات نازله و3 تسعات نازله والشرطه العسكريه نازله. كتير مننا نازل وعارف انه ممكن يتضرب عليه رصاص حي. المره دي احنا نازلين واحنا عارفين ان احنا في مواجهه الجيش، واحنا مش فاهمين لحد دلوقتي المجلس العسكري بيتصرف ليه بهذا العنف مع المدنيين. اوكي، لو وجهه نظر الاخر، لو هو فعلا الحمل تقيل على المجلس العسكري، احنا بنقول له شكرا. خلاص، في حاجه اسمها مجلس رئاسي مدني، يعني ادوا فرصه للناس بقى ان هي تشيل. انت مش قادر تتعامل بشكل سياسي وصرت تتعامل بشكل عسكري، بمحاكمات عسكريه، بملاحقات، بتشويه الشرفاء، بان احنا كل شويه نستخدم نفس التهم المعلبه بان دول بتوع اجندات ودول بتوع كندا ودول بتوع امريكا ودول بتوع مش عارفه مين ودول اصلا مسؤولين او مدفوعين من جهات اجنبيه مغرضه. وصلت الفكره حاجه من الاثنين. معلش، لما يكون في رصاص حي بيستخدم مع المتظاهرين المدنيين السلميين فبيبقى في حاجه غلط. لما بيتم التلويح كل شويه مع كل حدث بانه هيتم قمع الاعلام عن طريق استخدام الماده 13 دي حاجه غلط. لما نيجي نقول عايزين دستور، كان من ضمن الشعارات يا حكومة حسن الوسط، يا حكومة حسن الوسط قصاص، اضربونا بالرصاص، اضربونا بالرصاص، القصص يعني القصاص، القصص يعني القصاص. الشعب يريد اعدام السفاح، 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 الشعب يريد اعدام السفاح. التغيير ودي مفهومه مع التغيير، ودي مفهومه مع التغيير، ودي مفهومه مع التغيير. شالوا مبارك حطوا مشير، شالوا مبارك حطوا مشير، شالوا مبارك حطوا مشير، شالوا مبارك حطوا مشير. بالنسبة لنا مش تغيير، بالنسبة لنا مش تغيير. الثورة راجعة يا مشير يا حبيب حسني، يا مشير يا حبيب حسني، يا مشير يا حبيب حسني، يا مشير يا حبيب حسني. ابعت هالدبابة الدوسني، ابعت هالدبابة الدوسني، ابعت هالدبابة الدوسني، ابعت هالدبابة الدوسني، ابعت هالدبابة الدوسني.